بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات اديني الكورة. انا محمد عماد الدين وناس طول عمدة، ويلا بينا نبدأ الحلقة. قبل ما نبدأ الحلقة فعايزك تعرف ان مفيش اي مكان هنا للتعصب الرياضي، مفيش اي مكان هنا للعنصرية من اي نوع، مفيش هنا مكان للتعصب الرياضي، مفيش هنا اي مجال ان انا اشتم فريق او اشتم شخص لاعب كرة قدم، مدرب، مدير فني، مدير رياضي، وكيل لاعبين، اي حد ليه علاقه بالكوره او بالرياضه بشكل عام، كوره بشكل خاص. انا مش لازم ان انا اشتمه ليه، ولا ان انا اقول عنه كلام جارح ليه. انا هنا بتكلم بكلام مختلف، بطريقه مختلفه عن اي يوتيوبر او اي صانع محتوى رقمي او اي مدون او اي بلوجر او اي مقدم او اي مذيع او اي حد بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالكوره، سواء من قريب او من بعيد. انا اسمي محمد عماد الدين، ناس بتقولي عمده، ودي قناتي الشخصيه الذاتيه الخاصه العامه الرسميه الذاتيه، او سميها زي ما تسميها. هنا الكل في الكل، فما تستغربش انك تلاقي على القناه دي حاجات كتير جدا ملهاش اي علاقه ببعض. باذن الله تعالى لما الدنيا تظبط معايا هخلي لكل مشروع على القناه دي كيان مستقل خاص بيه، بس مش دلوقتي. المهم بص يا سيدي، انا مسجل الحلقه دي وانا ماشي في الشارع. قشطه قشطه يابا، قشطه قشطه يا سيدي، الدنيا حلوه تمام جدا. انا طبعا مش متابع اي حاجه خالص في الكوره، سواء الكوره في مصر او الكوره بره مصر. ونسبه الكوره في مصر البقاء قدام لله تعالى في وفاه المغفور ليه والمرحوم باذن الله تعالى الكابتن احمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، ولاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب نادي انبي السابق، ولاعب نادي منتخب مصر السابق، اللي توفى امبارح صباح يوم السبت 6 يوليو 2024. ربنا يرحمه ويغفر له ويتقبل منه الاعمال الصالحه، ويسامحه على اي عمل عمله. ربنا يكون في عون اهله ويصبرهم على فراقه ويرزقه الجنه. كان لعيب محترم، كان لعيب مؤدب، كان لعيب مهذب، كان لعيب طيب، كان لعيب غلبان، كان لعيب في حاله وعلى نياته. بس هي الدنيا كده، الناس اللي عايشه يعني ما يستحقوش ان هم يعيشوا، والناس اللي ماتوا هم اللي كانوا يستحقوا ان هم يعيشوا. والله بقول الكلام ده وانا قلبي هيتقطع، بس انا زعلان جدا على وفاته. كنت زعلان جدا على الحادثه اللي حصلت له في الملعب، وزعلت جدا على اللي حصل له، وتأثرت جامد جدا بوفاته. ربنا يكون في عونه، ولعل وفاته دي تكون سبب في ان الناس تفوق وتعرف ان الدنيا دي هي دنيا فانيه حرفيا بكل معنى الكلمه، ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة. حرفيا يا جدعان احنا لازم نعمل لآخرتنا.